فيديو اليوم راح يكون عن عالم الفيك، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو راح نحكي عن عالم الفيك. يلي ما بيعرف عالم الفيك راح اشرح لكم حاليا. قبل ما نبلش، للي ما مشترك اشترك، واللي ما حاط لايك يحط لايك وفعل كمان زر الجرس، وبعد ما تشوف الفيديو لاخر ثانية انزل تحت على التعليقات واكتب لي رايك بعالم الفيك. عالم الفيك يا اخوان مكون من ذكر وانثى، وهذا الذكر وهذا الانثى بيتقمصوا شخصية غير شخصيتهم. يعني بيعملوا بروفايل إلهم وبيحطوا اسم غير اسمهم وبيحطوا كمان صورة غير صورتهم، ما بيعترفوا بحالهم ابدا ابدا. ملخص الكلام انه هن متقمصين شخصية غير شخصيتهم، وبينشروا فيديوهات ببروفايلهم، وهدول الفيديوهات اقسم بالله يا اخوان كرنج كرنج كرنج. يعني انا مثل هيك فيديوهات ما شفت، وعن جد كمان في فيديوهات زائد 18، فيديوهات قلة ادب، فيديوهات يعني جد يعني عيب كتير كتير كتير. جتني وسبتني وتحسبني بسكت لها. بس انا مغربية طبعا، تحياتي لأهلنا بالمغرب، بس هدول الناس اللي بيعملوا هيك فيديوهات ما بمثلوكن يعني. ولو تعرفوا انتوا بس اعمار هدول الاشخاص اللي عم يعملوا هدول الفيديوهات، تعرفوا انه اعمارهم 9 و10 سنين و11 سنة، يعني مراهقين وعم يعملوا هيك فيديوهات. شو تعريف عني الاسم لؤي لعمرها 18، البلد الجزائر، وحاط كمان جنبه علم الوان، وحلمي ارتبط بولد. شلون هيك؟ من جماعة هذا العالم. شايفين هدول الفيديوهات؟ هدول هن العالم الفيك. عن اسمه لؤي وذكر وحابب يرتبط بولد. ف يا سلام يا سلام، انت ليبي اكيد ما بحلو. يا الهي ما هذا الجمال. طبعا تحياتي لاهل ليبيا. طبعا هذا الفيديو يعني راح تصير فتنة، بس ما بعرف شلون. هدول الناس يا اخوان، بس انه شو افهمكم شيء، يحطوا اسم دولة غير دولتهم هن. يعني هذا الشخص اللي عمل هذا الفيديو حاطط اسم الدولة اللي غير دولته، وكمان صورة غير صورته. يعني هذا اللي داخل الفيديو مو هو يعني مو هو نفسه هو. هذا الشخص اللي عمل هذا الفيديو وحط هي الصورة، هذا ما هو. فهمتوا شلون؟ فهذا هو عالم الفيك. ايش هالعالم هذا؟ كونوا تشوفوا كمان صور البروفايل اللي بيحطوها، صور لكوريين مدري صينيين. خانقت مع ولد بالخاص وقلت له انت مو رجال. فجأة ارسل لي صورة. شايفين انتو قلة الادب؟ في ناس يمكن ما رح تفهمه، في ناس يمكن راح تفهمها تمام، بس تخيلوا انه يلي عمل هذا الفيديو بنت. تخيلوا انتو بس. وهي البنت يعني مستحيل تكون كبيرة، مستحيل، لاني كل يلي بعالم الفيك كلهم مراهقين، حرفيا يا اخوان مراهقين. يمكن بهذا الفيديو يصير في يعني تعليقات سلبية كتير كتير منهم، فهذا الشيء طبيعي يعني. واذا انتو يعني كتبتوا لي رسالة انه ما هي شغلتك وانت ايش دخلك، عادي اكتبوا، انا يعني ما لي سائل، انا بس هيك حاب انه احكي عن هذا العالم الفيك. عالم صراحة يعني كله قلة ادب. شو هاد؟ فجأة ارسل لي صورة. العمى. صح ملابسك حلوة، بس انت بدونهم احلى. يا اخوان، فتت انا هلا على التعليقات بهذا الفيديو، اقسم بالله الكلام يلي كاتبينه بالتعليقات لعمى. كل التعليقات كلام عيب وكلهم بنات وشباب. لا اله الا الله على التعليقات، تعليقات المراهقين. مراهقين جد جد مراهقين يعني. تخيلوا انتم مراهقين عمرهم 10 سنين و11 سنة عم ينشروا هيك فيديوهات وعم يكتبوا هيك تعليقات. الاهل، اهل هدول المراهقين بعالم الفيك، وينكم انتم عن اولادكم جد يعني؟ ما تنتبهوا على اولادكم؟ ما تشوفوا اولادكم ايش عم ينشروا، ايش عم يسووا بالتليفون؟ أو اذا هدول هيك معناتها الاهل شلون؟
انا لست بتلك اللطافة. شايفين يا اخوان؟ هي اول مراهقة بتطلع صورتها، ما بعرف اذا كان هي صح ولا غلط، بس مثل ما نكون شايفين هي شو قد بتتوقع عمرها يعني، الا 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة. لفة الحجاب هي يا اقسم بالله يا اخوان مستفزة. انا لفة الحجاب هي بتستفزني كتير كتير. يعني انت مبينة رقبتك من هون، ليش الحجاب؟ موديل يعني؟ موديل؟ جد رأيكم بالتعليقات بيهمني كتير كتير. اكتبوا لي انتوا رأيكم عن عالم الفك، عن هذا العالم يلي عن جد يعني كله مراهقين، وجد لسه في فيديوهات كلياتها فيديوهات عيب وفيديوهات قلة أدب بشكل مو طبيعي. أنا بس طلعت لكم فيديوهين كان فيهم قلة أدب، بس لو تبحثوا أكتر أقسم بالله ليطلع لكم شغلات زائد 200 إذا ما بحثتوا أحسن لكم، مشان بس ما توجعوا راسكم، ومشان ما هيك يعني بيجيكم هذا الشعور، الشعور الاستفزازي. فهمتوا شلون؟ شعور عن جد شعور استفزاز. انت من عالم الفيك اكيد شكلك مو حلو. متأكد؟ ويت. يا ايش هالمنظر هاد؟ او على هو كمان اللي بالصورة هو نفس الشخص اللي عمل الفيديو. مستحيل، مستحيل. وشلون انتم بتحبوا هيك اشكال؟ جد يعني هذا الشخص اللي بيحط هون حلق واللي بيحط هون. جماعة عالم الفك اذا بطلع لكم هذا الفيديو عن جد يعني مع احترامكم الي، بس جد جد لحتى نكون واقعيين شوي، شلون انتم بتحسنوا تتقمصوا شخصية غير شخصيتكم وبتنشروا هيك فيديوهات وتحطوا صور ناس من كوريا مدري من الصين ببروفايلكم؟ جد ايه؟ شلون هيك؟ بس جاوبوني بالتعليقات. طبعا انا يعني ما عم بتهجم عليكم يعني ابدا، تعرفوا انتم فيديوهات كرنج كرنج. في فيديو عاملينه عن شروط كيف تدخل بعالم الفيك، فخلينا نشوف شلون. انا جد بلشت هيك انه احب ادخل. يلي متابعين الفيديو لهي الثانية، حبيتوا انتو شي عالم الفيك؟ عجبكم شي عالم الفيك؟ انك تتقمص شخصية غير شخصيتك وانك تنشر هيك فيديوهات؟ في بعض الفيديوهات فيهم قلة ادب، فيديوهات يعني عيب كتير كتير شفتوهم انتو من شوي. فشو رأيكم؟ بتفوتوا كمان انتو؟ حبيتوا هذا الشي ولا لا؟ جد اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات يا اخوان. شو معنى عالم المكيف؟ عالم المكيف هو نفس عالم الفيك، وهو من اسمه عالم فيك وهمي، الواحد فيه يتقمص شخصيته مو شخصيته. يعني عادي انه مثلا اسمي نفسي باسم شخص مشهور ويقول عمر مو عمره وجنسيه غير جنسيته، يعني يشارك معلومات غير حقيقيه، وبما انه يشارك معلومات غير حقيقيه فهو ياخذ راحته بزياده، ففي بعضهم يتجاوزون الحدود. انتبهوا من هذا العالم، اغلب اللي يحبون هالعالم هم مال الواتباد. انتبهوا من هذا العالم. سمعت انه هون اختنا ايش كانت عم تحكي. فجد يعني يا اخوان عالم الفيك عالم كرنج كتير كتير. واذا هذا الفيديو اجى عليك كتير كتير تعليقات سلبية، فاخر همي انا المهم انا اني اوصل رسالة انه هذا العالم الفيك عالم مو منيح ابدا ابدا. وانتبهوا على اولادكم ليصيروا كمان مثلهم وينشروا هيك فيديوهات ويعملوا بروفايل بغير شخصيتهم والى اخره من هذا الكلام يا اخوان. هيك كان فيديو اليوم. اتمنى انه عجبكم هذا الفيديو. لا تنسوا كمان تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك على هذا الفيديو واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات تحت بعالم الفك. كان معكم اخوكم صالح، في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.